معانا ده كيس ملوخية. طبعا متقطفة ومغسولة ومتعانة بورقة. بتطلعيه من الفريزر 5 دقايق، بتحطيه في الكبة يتضرب ضربة كده، ومعاه شوية مية صغيرين. خلاص بتبقى كده الملوخية اتخرطت أو اتضربت معانا. دي طريقة سهلة لتخزين الملوخية أو عمل الملوخية للناس اللي بتزهق من تقطيف الملوخية وتخريطها. بتجيبيها تغسليها وتقطفيها وتسيبيها تنشف، وتعيني الكمية اللي انت هتطبخيها في اكياس على قد الطبخة، وبعد كده تطلعيها من الفريزر لمدة 10 دقايق كده، تفك فكة صغيرة، تضربيها في الكب زي ما قلت لك. ودي مكوناتها بقى، هنعملها بطريقة مختلفة النهاردة غير كل مرة. المرة دي عايزة اعملها بطماطم، وطبعا التومة المفرومة والسمنة والكزبرة. مش هنحتاج حاجة اكتر من كده.